على فكرة احنا الشيطان بيلعب معانا لعبة دنيئة، بينسيك كل حاجة حلوة في حياتك، وبيفكرك بكل حاجة وحشة حصلت في حياتك، ويكبر لك قوي حجم الوحش، ويخليه دايما معدي قدامك كأنه شريط ذكريات اسود حزين. انت نايم قايم مش فاكر غيره. مشكلتنا ان احنا مش واخدين بالنا من اللعبة دي، وبسبب ان احنا مش واخدين بالنا اللعبة دي بتتعمل معانا بقالها مئات السنين. الانسان لازم يكون واعي بحياته وبنفسه. عشان كده لما جينا نقول اكتبوا gratitude list، لستة حاجات انت ممتن ليها كل يوم، فكر نفسك بالحاجات اللي انت فرحان بوجودها في حياتك. اذكار الصباح والمساء اللي فيها الكتير من الحمد الكتير على كل النعم اللي موجودة. ابسطها الارض اللي انت ماشي عليها، السما اللي مش بتقع فوق راسك. شوف الحاجات دي اللي انا وانت واخدينها شيء مسلم بيه، بس لو افتكرتها وحمدت ربنا عليها بحضور ووعي، اثبتت الدراسات انها بتقلل كتير من اعراض الاكتئاب والقلق والتوتر. شفتوا الشيطان حارمنا من ايه؟ كلمتي دي النهارده لاصحاب الانكزايتي والاكتئاب، الناس اللي غصب عنها بتشوف الدنيا سودة، مش علشان تستغنوا بيها عن العلاج، ولكن عشان تستخدموها ككارت موجود جوه درج الادوات العلاجيه اللي انتوا بتساعدوا بيها نفسكم تعدوا من القلق والتوتر ونوباته السخيفه، السحابه السوداء اللي بتعدي في ايام مش متوقعه.